بسم الله الرحمن الرحيم. تحية متابعي الأفاضل الأصدقاء الأكارم. المنتخب المغربي الحبيب الشقيق يخرج من بطولة كأس العالم ليلاقي كرواتيا في المباراة تحديد المركز الثالث والرابع. طبعا أنا أول مرة حزين يعني فوز منتخب فرنسا، رغم أنه أنا أشجع المنتخب الفرنسي، بس حقيقة اليوم زعلان على المنتخب المغربي الشقيق. ألف تحية لهذا المنتخب اللي قدم بطولة ولا أروع. تحية لوليد الركراكي، تحية جميع اللاعبين، أوناحي، زياش، بونو، سايس، يعني المزراوي قدموا بطولة ولا أروع. يعني حقيقة المنتخب المغربي يعني ملح البطولة، قدم بطولة ولا أروع، أداء ممتاز. حقيقة الإرهاق واضح على المنتخب المغربي. يعني من السهل أنه تلعب ويا بلجيكا وتلعب ويا كرواتيا وتتجاوز إسبانيا وتتغلب على البرتغال، واليوم يواجه منتخب صعب، بطل مونديال 2018 المونديال السابق، ونجوم كوكبة من نجوم المنتخب الفرنسي. طبعا مبارك له بهذا الانتصار، وحقيقة نهائي مستحق للكرة الفرنسية. منتخب ممتاز، ديشام قاد الفريق إلى نهائي الثاني تواليا. المنتخب الفرنسي منتخب يستاهل يبلغ دور النهائي ويقابل الأرجنتين. بس عندنا إن شاء الله فيديو ثاني نحكي به على المنتخب الفرنسي. بس اليوم حقيقة ألف تحية للجمهور المغربي الحبيب الشقيق على هذه المؤازرة والأداء الأروع من المنتخب المغربي. اليوم اللاعبين قدموا اللي عليهم، بطولة يعني حقيقة يعني فريق ممتاز. حارس المرمى بونو، خط الدفاع مرابط بالارتكاز، أوناحي، زياش، حكيمي، يوسف النصيري حقيقة أيضا لاعب ممتاز. واني يعني هاي ما تقدر تحكي اليوم بالمباراة، بس يعني اليوم أصور أنه وليد الركراكي أنا من بدلوا يوسف النصيري حقيقة ودخل حمد الله، قلت المنتخب المغربي بعد ما يقدر يسجل حقيقة. يعني يوسف النصيري اليوم المفروض ما يخرج. المنتخب المغربي الشوط الأول سيء، بالشوط الثاني أداء ولا أروع، قدم أداء ممتاز. هو من الشوط الأول دقيقة 44 بدأ المنتخب المغربي يطلع من الصدمة. حقيقة الرهبة أمام المنتخب الفرنسي مو سهلة، بطل العالم ويمتلك نجوم عالي على مستوى عالي، ومبابي لاعب خطر، يعني أي كرة مرتدة سريعة هو ديمبلي ممكن يسجلون. فحقيقة المنتخب المغربي بالشوط الثاني أدى أداء قتال، روح قتالية عالية، تنظيم، حاولوا أكثر من كرة يسجلون. بس يعني حقيقة يعني النصيري يعني لو باقي بالمباراة أفضل. يعني يوم خروجه كان غلط، يعني وليد الركراكي استعجل بخروجه، ممكن إرهاق اللاعب لأن مرهق. يعني هو أغلب المباريات بالشوط الثاني يعني يخرجه بعد الدقيقة 60 يعني 70. اليوم المفروض أنه حقيقة ما يخرج يوسف النصيري. اليوم يوسف النصيري أكثر من كرة لو موجود، أصور أنه هداف على مستوى عالي وقناص، ممكن يسجل هدف يعود المنتخب المغربي. على العموم يعني هاي كرة القدم بها فوز وخسارة. اليوم يعني المنتخب المغربي قدم كل اللي عنده، كل اللاعبين ما قصروا، المدرب أيضا ما قصر. كل مدرب يخطأ، خيرة مدربين العالم يعني يخطأ مرات بتبديل، يعني مرات بالتشكيلة. اليوم الارهاق ما ننسى، المنتخب المغربي مرهق، يعني صعب انه انت تلعب ويا اسبانيا بطلة 2010 وتطلعها، وتلعب ويا البرتغال ونجومها وتطلعها، وتلعب دور المجموعة امام بلجيكا ثالث العالم 2018 وتطلعها، وتلعب ويا كرواتيا وصيفة 2018 وتطلعها. يعني بدور المجموعات يعني المنتخب المغربي حقيقة ألف تحية للمنتخب الحبيب الشقيق. المنتخب المغربي شرفونه، شرفوا الكرة العربية، شرفوا الشعب المغربي، شرفوا القارة الأفريقية، أداء ولا أروع. طبعا ما نعرف شو نقول حقيقة. ما أعرف أنا بين فرحان المنتخب الفرنسي أشجع فرنسي، وبين حزين على المنتخب المغرب اللي قدم بطولة ولا أروع. يعني اليوم يعني متوقع يعني عادي، ماكو مشكلة إنه المنتخب المغربي يصل نهائي، وهذا إنجاز بحد ذاته. يعني ما كنا متوقعين يوم من الايام فريق عربي يوصل لهالمستوى، وحزين ما صعد للنهائي. احنا يعني اغلب طموح الفرق العربيه التاهل الى كاس العالم. تحيه للمنتخب المغربي، وان شاء الله بقادم البطولات يقدمون اداء افضل وافضل والف مبروك.